يا ترى هو ايه اللي خلى الاسعار تزيد بالشكل ده؟ اصل مين كان يصدق ان كيلو طماطم بس يوصل ل 50 جنيه؟ معقول الازمات اللي بتحصل دلوقتي هي السبب؟ وايه علاقتها بمصر والاسعار اصلا؟ كل دي اسئله بتدور في بال ناس كتير قوي، بس الحكومه كشفت مفاجآت كتير عن اللي بيحصل في السوق، ودكتور مصطفى مدبولي جاب الخلاصه. بس لو عايز تعرف تفاصيل اكتر تابعنا لاخر الفيديو. الأسعار في السوق كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، والناس كلها بقت تسأل هو إيه سبب الارتفاعات اللي بتحصل دي؟ معقول الأوضاع اللي بتأثر في العالم ممكن تأثر على مصر رغم إننا بعيد عن أي توترات؟ الحقيقة أيوة، اللي بيحصل دلوقتي أثر على الأسعار في مصر بس بصورة مش مباشرة، ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال إن اللي بيحصل دلوقتي عمل لخبطة كبيرة جدا في سلاسل الإمداد، خصوصا في قطاع الطاقة اللي كل حاجة مرتبطة بيه زي التجارة والنقل، وده انعكس بشكل مباشر على أسعار سلع وخدمات كتير وخلى الأرقام تقفز بشكل ملحوظ جدا. وافتكر اللي حصل من كام أسبوع في مؤتمر عقده وقال فيه، فاكرين لما اتسأل هل ممكن الحكومة تاخد إجراءات استثنائية بسبب الأزمات العالمية؟ وقتها كان سعر برميل البترول طالع من 69 دولار لحد 84 دولار، وبعدها بيومين بس وصل ل 93 دولار، وبعدها كمل لحد 120 دولار للبرميل قبل ما الدنيا تهدى شوية بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن دلوقتي السعر بقى حوالي من 92 ل 93 دولار، يعني مقارنة ب 69 دولار قبل الأزمة في فرق كبير جدا. وقال إن التغييرات اليومية في سعر البترول بقت بتأثر بشكل مباشر على التسعير النهائي، وده بقى أكبر تحدي قدام الحكومة، لأن زيادة في أسعار الوقود كانت كبيرة جدا وحصلت في وقت قصير، وده عمل حالة عدم وضوح وصعب جدا تتوقع إيه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية. وقال إن القرار اللي اتاخد بخصوص زيادة أسعار البنزين كان لازم يحصل علشان يضمنوا توفير طاقة لكل القطاعات زي الكهرباء والصناعة وكمان الاستخدام المنزلي، مع التأكيد على إنهم بيحاولوا يتفادوا أي تأثير سلبي على إمدادات الغاز والطاقة علشان الاقتصاد يفضل مستقر. وكمان قال إن أصحاب المصانع والمستثمرين كانوا مركزين على نقطة مهمة جدا، وهي إن عجلة الإنتاج لازم تفضل شغالة ومفيش توقف، لأن أي توقف هيعمل خسائر كبيرة جدا وهيأثر على تعافي الاقتصاد ورجوعه لوضعه طبيعي. وفي الآخر وضح إن الدولة كانت قدام اختيارين، يا إما تفضل مستنية وتشوف إيه اللي هيحصل من غير ما تغير الأسعار، وده كان هيخلي الدولة تتحمل كل التكلفة لوحدها، وده هيكلفها خسائر ضخمة جدا، أو إنها تاخد قرارات استباقية ومدروسة تضمن استمرار الاقتصاد والإنتاج، وده اللي الحكومة اختارته، مع التأكيد على إنها لسه شايلة الجزء الأكبر من الزيادات العالمية وبتحاول تخفف على المواطنين والقطاعات المختلفة على قد ما تقدر. بس خلينا أقول لك إن مش كل زيادة بتحصل دلوقتي جت بسبب زيادة البنزين أو بسبب أزمة عالمية، يعني عندك مثلا أسعار الطماطم اللي وصلت ل 50 جنيه. نقيب الفلاحين حسين أبو صدام قال إن الزيادة دي حصلت بسبب قلة المساحات المزروعة من الطماطم، بس الأسعار هترجع تنزل تاني بعد 20 يوم لما يبدأ جمع محصول الطماطم الجديد. كمان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار في اتحاد الغرف التجارية قال إن انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو هم السبب في إن الطماطم اتأخرت في النضج، وكمان أسعار مستلزمات الزراعة بقت غالية، فده كله خلى الكميات اللي في السوق تقل. وعلشان كده في تأكيد مهم جدا إن الناس تشتري على قد احتياجها وبس، وما تحاولش تخزن، لأن الزيادة دي مؤقتة مش دايمة. وقال كمان متوقع إن أسعار تبدأ تنزل تاني مع بداية الموسم الصيفي، ومع ارتفاع درجات الحرارة في أول شهر مايو اللي جاي، ساعتها الإنتاج هيزيد والأسعار هتهدى. ده حتى ارتفاع أسعار الفراخ اللي حصل من فترة ما كانش بسبب أزمات عالمية ولا حاجة، ده كان بسبب شهر رمضان اللي بيسبب ضغط على الطلب وارتفاع الأسعار. ورئيس شعبة الدواجن قال إن الأسعار متوقع إنها تنزل بعد أيام. أنت بقى قول لنا رأيك إيه في أسعار السلع دلوقتي؟